أيام قليلة من انطلاق المغامرة الترجية في المنعرج الحاسم من أمجد الكؤوس الإفريقية، كشف شيخ الأندية التونسية عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من تصميم شركة نايك العالمية الراعي الرسمي للترجي على غرار كبرى الأندية العالمية. الترجي عندنا أهدافنا عالمية وكنا ديما نخطط باش نكونوا في الأوائل في مستوى النوادي عالميا، وبالتالي آليات هذا البروز هي التعامل مع جهات ورايات تكون متعارف عليها دوليا، ونايك ولا حتى القميص يشبه كثير الفرق الكبرى في المستوى الأوروبي. ان شاء الله كما قلت باش يكون طالع خير، مريول تحفون برشا، اهم حاجه نركزوا على الرهان اللي عندنا توا، ما نساوش الخايبه نتاع مناول. ان شاء الله نبداو الجماهير ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من انغولا بقدر ان شاء الله. إدارة الترجي استغلت المؤتمر الصحفي لتقديم الوافدين الجدد على القلعة الحمراء والصفراء، وفي مقدمتهم العائد لأحضان ناديه الأم بعد تجربة لم تعمر طويلا في سيون سويسري أسامة الدراجي، في انتظار تعزيز الفريق بمهاجم أجنبي يغلق به الترجي ملف الانتدابات الصيفية. والله الحمد لله، بعد يدور عام اكسبيريونس يدور عديته في سيون، الحمد لله يا ربي تو رجعت لكيبتي اللي تربيت فيها. ان شاء الله يا ربي يدور لي ماشي غريب، ان شاء الله باش نخدم على روحي ونعمل ما خير ان شاء الله، نفرح جمهور الترجي ان شاء الله. الترجي يكشف عن قميصه الجديد بالتوازي مع تقديمه للمنتدبين الجدد استعدادا لمغامرة جديدة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية انطلاقا من دور المجموعتين. نفع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.